مفاجأة، كريم بنزيما يصدم الجميع بقرار رحيله. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في تفاصيل، هل أنت مع بقاء كريم بنزيما في نادي ريال مدريد أم الرحيل؟ شاركونا بالتعليقات. يفكر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد جديا في ترك قلعة الملكية هذا الصيف والانتقال إلى الدوري السعودي، وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن. وأكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن بنزيما لديه عرض سعودي بالفعل. وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: أبلغ بنزيما ريال مدريد أنه تلقى عرضا ضخما من نادي سعودي، حيث أخبر بنزيما ريال مدريد أنه يفكر بجدية في عرض السعودية وسيحسم القرار النهائي قريبا. وتابع: بنزيما تلقى عرضا قيمته 100 مليون يورو في الموسم الواحد، حيث توصل كريم بنزيما لاتفاق كامل مع ريال مدريد بشأن توقيع عقد جديد حتى يونيو 2024 قبل عام واحد، لكنه كان اتفاقا شفهيا لم يتم تفعيله. واختتم: ينتظر ريال مدريد الآن قرار كريم، خاصة أن مسودة العقد الجديد جاهزة للتوقيع. ومنذ كشف النقاب عن وصول عرض ضخم لنجم ريال مدريد كريم بنزيما من أحد أندية دوري روشن السعودي، والجميع في سباق لمحاولة معرفة هوية النادي الذي يقود المفاوضات. الاتجاه في الأسابيع الأخيرة كان نحو الاتحاد، لكن الساعات الأخيرة شهدت حديثا عن الهلال والنصر والشباب. وقد كشف موقع كورة عن الموقف الأول تحديدا من المهاجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع فريقه في يوليو القادم، حيث نقل موقع كورة عن مصدر هلالي قولي أن النادي يجهز لضم أسماء عالمية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن ليس بينها بنزيما. وأضاف: فهد بن نافل سيترشح لرئاسة الهلال لفترة جديدة، وهناك عمل على وضع أهداف كبيرة ومن بينها استقطاب أسماء عالمية. تم ربط العديد من الأسماء العالمية بنادي الهلال ومعظمها غير صحيح. كمان الفريق لم يفاوض كريم بنزيما حتى هذه اللحظة ولو يعد من الخيارات المطروحة حاليا. يشار إلى أن المهاجم الفرنسي 10 سنوات رائعة مع ريال مدريد، توهجها الفوز بجائزتي الكرة الذهبية من فرانس فوتبول والأفضل من فيفا للعام المنصرم، هذا بجانب العديد من الألقاب الجماعية على رأسها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.